السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا دايما في أحسن حال يا رب. بعتذر على الغياب الفترة اللي فاتت بسبب الامتحانات وبسبب الدراسة. لكن حدثت أخبار كتيرة خلال الفترة اللي فاتت. وطبعا الصفقات اللي حصلت في الساحرة المستديرة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها طبعا رحيل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي. طبعا مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا ومفاجأة لكل عشاقه، بعد ما كان في أخبار ظهرت إن هو هيروح AC ميلان الإيطالي. لكن الحقيقة طلعت كل الأخبار الفترة الأخيرة إن هو هيروح النصر السعودي، وكان محبيه وعشاقه كانوا رافضين إن هو يروح الدوري السعودي الحقيقة، وكانت مفاجأة بالنسبة لي أنا شخصيا. كريستيانو رونالدو يعتبر أسطورة من ضمن أساطير الكرة العالمية، زيه زي بيليه، زيه مارادونا، زي ميسي، أجيال وأجيال. هذه هي سنة الحياة، دوام الحال من المحال. فهذه الحقيقة وبعدين مبلغ كبير، المبلغ اللي انتقل به للنصر السعودي مبلغ مغري الحقيقة، 200 مليون يورو الحقيقة، وأصبح الأغلى في العالم الحقيقة. عرض مغري جدا الحقيقة. أتمنى اللي يضيف للدوري السعودي وينجح في التجربة. هو قال من خلال تصريحاته اللي هو شغله في أوروبا أو عمله في أوروبا انتهى، رغم اللي جات له عروض من البرتغال وعروض من استراليا وعروض من أمريكا، لكنه فضل العرض النصر السعودي. عرض خيالي الحقيقة، عرض مغري جدا جدا. ونتمنى طبعا التوفيق ليه، لأنه أسطورة من أساطير الكرة العالمية الحقيقة. نيجي للصفقات الأخرى على مستوى الدوري الإنجليزي وعلى مستوى الدوري الأسباني الحقيقة. انتقال جاو فيليكس لاعب نادي أتلتيكو مدريد لمدة 6 شهور لنادي تشيلسي الإنجليزي. الحقيقة صفقة من وجهة نظري الحقيقة هتفيد تشيلسي فنيا الحقيقة. لاعب من اللعيبة الكويسة الحقيقة. جاو فيليكس إن شاء الله يقدم مردود كويس إن شاء الله مع نادي تشيلسي إن شاء الله خلال فترة الإعارة. نيجي للصفقة الثانية، جاكابو انتقل من نادي ايندهوفن الهولندي إلى نادي ليفربول الإنجليزي الحقيقة. ليفربول بيمر فترة صعبة الحقيقة، ما قدرش يورجن كلوب إن يقدم المردود اللي مستنينه منه، سواء عشاق ليفربول أو محبين ومتابعين كرة القدم على مستوى العالم الحقيقة. نادي ليفربول ما قدرش يوصل للرينج اللي عملوه في موسم 2019 أما فازوا على برشلونة، وطبعا فازوا بالشامبيونز ليج الحقيقة. نجمنا فخر العرب محمد صلاح الحقيقة ايد لوحدها ما تسقفش الحقيقة مع نادي ليفربول. ما قدموش المردود الكافي لحد هذه اللحظة. نتمنى انه يورجن كلوب يعيد اوراقه مرة اخرى ويدعم فرقته. الحقيقة ما دعموش خلال الانتقالات الصيفية في بداية الموسم، ما دعموش وجابوا الصفقات اللي تقدر تفيد ليفربول في قادم المواعيد. انما انتقال جاكابو يقدر يفيد كتيبة يورجن كلوب الحقيقة، من اللعيبة الممتازة جدا الحقيقة. وانا شخصيا تابعته مع المنتخب هولندا، من اللعيبة المهاجمين الكويسين جدا جدا، ويقدر يدعم محمد صلاح ونونينز وشامبرلين في الخط الأمامي، من اللعيبة الكويسة جدا الحقيقة. نيجي الحقيقة لكاس السوبر الأسباني. كان عندنا مباراة ريال مدريد ومباراة فالنسيا. الحقيقة مباراة ما كانتش فنيا ممتعة قوي، لكن ريال مدريد حسمها بخبرته. ريال مدريد دخل المباراة ما كانش داخل بجدية الحقيقة. أنا شخصيا اتفاجئت من ريال مدريد اللي ما دخلوش المباراة بجدية زي بقية المباراة. ريال مدريد لو دخل المباراة بجدية يخلص الشوط الأول مرتاح يعني. رغم ريال مدريد ما دخلش المباراة بجدية، لكن أتيحت له أكتر من فرصة بسبب سوء تنظيم خط الدفاع نادي فالنسيا. نادي فالنسيا الحقيقة بدأ المباراة الحقيقة بضغط عالي جدا الحقيقة. أنا اتفاجئت شخصيا
من بداية من طريقة لعب فالنسيا الحقيقة. كانوا بادئين المباراة بضغط عالي أول ربع ساعة أو أول نص ساعة، كانوا بادئين دفاع متقدم وعاملين ضغط عالي على لاعبي ريال مدريد الحقيقة. وكان عندهم عيب واحد الحقيقة كانوا ضاغطين ضغط عالي وكانوا سايبين مساحات في خط الديفنس ورا، ودي كانت عامل لهم مشاكل في الهجمات ريال مدريد. يعني عاملين ضغط عالي بدون فايدة، ضغط عالي سلبي، اللي هو ضغط عالي. انا اعرف ان انت طالما طالع تعمل ضغط عالي، اللي انت لازم تستخلص الكرة من قدام، لازم تستخلصها مش تعدي منك الكرة التانية، لا لازم تستخلص الكرة من الخط الامامي. لكن كان ضغط عالي عشوائي، بانت الحقيقة في اكتر من كرة في انطلاقات رودريجو، وحتى في ركلة الجزاء اللي فاز بيها اللي خدها كريم بنزيما، في اكتر من فرصة في مساحات ورا الديفنس بتاع نادي فالنسيا. في الخط الهجومي كان اغلبيه الكور واغلبيه الشغل فالنسيا، الشغل التخطيطي كان عباره عن كرات عرضيه لإيدرسون كافاني الحقيقه. وحتى ابرزها جون التعادل اللي احرزه فالنسيا كان من كره عرضيه. طبعا حضراتكم عارفين ان كريم بنزيما خد ركله جزاء واحرزها الحقيقه. لكن في المجمل المباراة ريال مدريد الحقيقة ما دخلش مباراة بجدية زي ما صرح كورتوا حارس مرمى ريال مدريد. ما قدموش، مش ده مردود ريال مدريد الفني. ممكن يكون بسبب الإصابات، وسبب طبعا هتأثر على المباراة النهائية. طبعا هيكون الكلاسيكو أمام برشلونة الحقيقة. طبعا الإصابات هتأثر جدا على ريال مدريد الحقيقة. لكن خبرات ريال مدريد حسمت لقاء فالنسيا. حتى وانت بتشاهد لقاءات الترجيح وريال مدريد داخلين، مفيش مثلا لاعب خايف ولا لاعب داخل متوتر، لا متمرسين عارفين وعادي، حتى داخلين مبتسمين وهم بيشوطوا ضربات الجزاء، لانه متمرسين على هذه المواقف وعلى هذه النهائيات وهذه البطولات. لكن في المجمل خبرات ريال مدريد حسمت مباراة فالنسيا. نيجي للمباراة الثانية، مباراة برشلونة ومباراة ريال بيتيس. الحقيقة في مجمل المباراة برشلونة دخلت ريال بيتيس في الجيم. ده اللي اقدر اقوله في بداية كلامي عن هذه المباراة. برشلونة دخل ريال بيتيس في الجيم. انت متحكم في المباراة وبادئ المباراة كويس جدا، وتقدمت اتيحت لك اكثر من فرصة ليه تضيع الفرصة من ايدك. وخصوصا ان ريال بيتيس عاملين ضغط، بس ضغط عشوائي، ضغط بدون تمركز جيد. حتى لو حضراتكم تابعتوا المباراة هتلاقي 3-4 لعيبة في نص الملعب على ضاغطين على بدري وديونج وبوسكيتس اما نزل، وحتى جافي، كلهم واقفين، كل واحد يعني في سرحان في خط الوسط بتاع نادي ريال بيتيس. يعني استحواذ عشوائي من ريال بيتيس. لكن برشلونة هم اللي دخلوا ريال بيتيس في الجيم. انت اتقدمت وفي ايدك ان انت تدخل هدف تاني وتالت. وفي عيب على تشافي. ديمبلي الحقيقة النهاردة في المباراة برشلونة وريال بيتيس قدم مباراة كبيرة. ليه تخرجه وتنزل توريس؟ هو توريس ده مكتوب لك في الورقة، مكتوب في القايمة؟ توريس الحقيقة نزل ما قدمش الأداء المردود الحقيقة. لكن في مجمل المباراة خبرات برشلونة هي حسمت اللقاء. وتير شتيجن الحقيقة يستحق ان هو يكون راجل المباراة، مش بدري. تير شتيجن هو طبعا اللي فاز بيها بدري، لكن تير شتيجن هو يستحق راجل المباراة الحقيقة. الراجل دوت شال كتير الحقيقة. وأروخو من المدافعين الحقيقة لا غنى عنهم في دفاعات برشلونة. لولا هذا الرجل ولولا هذا الحارس المرمى العملاق الألماني الحقيقة، لا ما كانش برشلونة فاز بالمباراة الحقيقة. لازم تشافي هرنانديز يعيد أوراقه مرة أخرى، لأن النهائي أمام ريال مدريد مش زي انت ما بتلعبش فالنسيا أو ما بتلعبش ريال بيتيس أو ولا بتلعب إشبيليا. انت بتلعب ريال مدريد، فرقة متمرسة برضو في النهائيات زيهم. مباراة الكلاسيكو هنستمتع الحقيقة يوم الأحد القادم
باذن الله هتكون مباراه في غايه الامتاع باذن الله. و... واتمنى لكم مشاهده ممتعه باذن الله في نهائي الكلاسيكو القادم يوم الاحد. يجي للاجواء المحليه، بدايه نبدا بالصفقات اللي ابرموها خلال الفتره الاخيره. الاهلي ضم خالد عبد الفتاح من نادي سموحه اعاره لمده 6 شهور في نيه البيع. خالد عبد الفتاح الحقيقه من اللعيبه اللي اظهرت قدراتها وفنياتها الفتره الاخيره مع نادي سموحه. لذلك الاهلي تقدم بشراء باخذ اللاعب اعاره بنيه البيع. لو اللاعب اظهر امكانياته ممكن الاهلي يفعل البند ويوقع مع اللاعب رسميا، ويبقى اللاعب منضم للاهلي رسميا يشتريه رسمي. والصفقه الثانيه الاهلي ضم محمد كريستو لاعب النجم الساحلي، الحقيقه من اللعيبه الممتازه جدا، اظهر امكانيات كبيره جدا مع النجم الساحلي في تونس. الحقيقه كان بادئ الموسم كويس مع النجم الساحلي، وانا شايف صفقه هتنفع الاهلي كويس جدا. من وجهه نظري الواد ده خفيف وسريع عن برونو سافيو، هيفيد الاهلي. وكفايه رساله علي معلول الحقيقه ليه. علي معلول الحقيقه الصراحه شويه خش قلوب الاهلاويه. واحد مننا يعتبر علي معلول من اللعيبه الحقيقه رجاله، من اللعيبه المعشوقه بالنسبه للجماهير الاهلاويه. الصفقه الثالثه والاخيره للنادي الاهلي التعاقد مع مروان عطيه لاعب نادي الاتحاد السكندري لمده 4 سنين ونص، قادمه من نادي الاتحاد السكندري. لاعب الحقيقه من اللعيبه الجوكر في نص الملعب، الحقيقه زيه في مستوى بوبو لاعب فيوتشر، لكن مروان من اللعيبه اللي اظهر امكانياتها ايضا مع نادي الاتحاد السكندري. من اللعيبه محوري جدا في نص الملعب، عنده رؤيه، بان في المطوشه الاخيره مع نادي الاتحاد عنده رؤيه كبيره في نص الملعب. الاهلي فقد هذا اللاعب منذ رحيل شوقي، وبيفكرنا وحسام عاشور كان بيعمل الكرات الطويله زي كده. هيدعم نص الملعب الحقيقه مع السولية وديانج وحمدي فتحي. الاهلي كان في اشد الاحتياج لهذا المركز لكثره الاصابات وكثره المباريات وكثره البطولات. كان الاهلي في اشد حاجه لهذا المركز. وطبعا نتمنى الشفاء العاجل لكريم فؤاد واكرم توفيق لاصاباتهم بالرباط الصليبي، نتمنى لهم العوده سريعا بعون الله. نيجي الحقيقه لمباراه الزمالك ومباراه الاتحاد السكندري. يعني انا شخصيا الزمالك وفي نقطه استفهام كبيره جدا وعلامه استفهام كبيره جدا على اداء نادي الزمالك خلال المباراتين اللي فات تحديدا. الحقيقه في علامه استفهام كبيره جدا على نادي الزمالك وعلى البروفيسور فييرا. الحقيقه يعني في فلسفه، والراجل بيألف كتير فييرا. وفي برضه يعني اثناء المباراه لو حضراتكم تابعتوا مباراه الاتحاد السكندري في رعونه، في استعجال كبير جدا من لعيبه نادي الزمالك. وطبعا المشكله الاخيره اللي حصلت بتاعه عبد الله جمعه وابو الفتوح الحقيقه ما ينفعش الحقيقه كمنظومه وفرقه بتنافس على بطولات، سواء بطوله دوري، بطوله افريقيا، بطوله كاس مصر، كاس سوبر، البطولات اللي انت نادي كبير تطلع سمعه على لعيبتك زي كده. وانت كمنظومه المفروض كمنظومه احترافيه تعمل في صمت. اللي بينجح واللي عايز يوصل لحاجه تعمل يعني تشتغل في صمت عشان توصل لمبتغاك. انما الحقيقه اللي حصل في الفتره الاخيره في نادي الزمالك الحقيقه مشكله. حصل عدم توازن في الفريق، في لخبطه في التشكيل، لخبطه في التوازن، مفيش الانتظام زي الفتره الاخيره. الزمالك الحقيقه كان طلعنا واشدنا بالفريق انه فاز ببطوله الدوري موسمين ورا بعض الحقيقه، وطلعنا واشدنا بالفريق الحقيقه، واشدنا بفييرا طلع الشباب من تحت وبلعيبه شباب. وفترتين القيد كان مقفول على الزمالك وما جابوش لعيبه،
وطلعنا واشدنا بفيرا وبنادي الزمالك وبالاداره والمنظومه انهم فازوا بالدوري موسمين ورا بعض، رغم اللي حصل في مشاكل القيد الفتره الاخيره. لكن هذه الفتره في مشاكل كبيره جدا، لازم عشان يقدروا يكملوا الموسم ولو حابين ينافسوا على بطولة أفريقيا لازم يعيدوا حساباتهم مرة أخرى، لأن فييرا بدأ يألف. فييرا بقى على باب الله، بدأ يألف. ما ينفعش انت شوية تجيب زيزو على اليمين، شوية تجيب زيزو على الشمال. هو الراجل بيلعب، زيزو معروف من أول مباراة في الزمالك الراجل بيجيد على اليمين، تنقله مثلا من على الشمال ليه؟ وعندك مثلا عبد الشافي بدأ الراجل على عدلته، ليه يجيب سيد نيمار تجيبه يلعب مكانه مش على عدلته على الشمال؟ طب الراجل مقدم مباراة كويسة بتطلعه ليه؟ الحقيقة في علامة استفهام كبيرة جدا على نادي الزمالك الحقيقة. ودونجا الحقيقة لاعب الزمالك كل اللي عليه باص والتانية ميس باص، كل الاتنين وتتقطع منه. يعني الحقيقة في علامة استفهام، في مشاكل برضو في خط الدفاع بالنسبة لنادي الزمالك. لازم يصححوا الأوضاع لو حابين يستمروا في المنافسة على بطولة الدوري. المنافسة صعبة الحقيقة. فيوتشر داخل السنة دي في المنافسة بصورة كبيرة جدا وبقوة الحقيقة، وبيراميدز والأهلي طبعا. فالحقيقة المنافسة مش سهلة، مفيش فريق سهل الحقيقة في الدوري. أندية الشركات وأندية المؤسسات دلوقتي داخلة في الدوري بقوة الحقيقة، داخلين بكل قوتهم الحقيقة. فعندك يعني النادي الإسماعيلي الحقيقة، يعني أنا شخصيا زعلان عن النادي الإسماعيلي، أنا من محبين النادي الإسماعيلي الحقيقة. يعني الإسماعيلي متزين الجدول الحقيقة، يعني حاجة تزعلنا على تاريخ الإسماعيلي وشعبية جماهير النادي الإسماعيلي الحقيقة. نتمنى العودة السريعة للنادي الإسماعيلي. نيجي للمباراة التانية، مباراة النادي الأهلي والنادي المصري. في استهتار كبير جدا جدا من النادي الأهلي خلال المباراة الحقيقة. كولر الراجل يعني مش ناقص، الراجل مش ينزل يحط الكرة برجله جوه الجون. يعني الراجل مهمة المدير الفني 90 أو 80% شغل مدير فني، و10% أو 20% شغل لاعب في الملعب اللي هو يحط الكرة جوه الجون. الراجل شغلانة المدير الفني اللي هو يوصل اللاعب للجون. النهارده في المباراة الحقيقة في علامة استفهام جدا كبيرة جدا من النادي الأهلي، في بطء في التحضير في طلوع الهجمة. طول المباراة لعيبة النادي المصري وخصوصا محمود جاد حارس مرمى النادي المصري بيحاول انه يستفز لعيبة النادي الأهلي، يعني بدون داعي. بعد نهاية المباراة الكابتن سيد عبد الحفيظ ولعيبة النادي الأهلي نزلت ويحتجوا على الحكم لأنه في تضييع وقت. انت ما تركزش مع الحكم، انت ركز في المباراة جوه، ركز انت طول ال 90 دقيقة، ركز جوه الملعب. انت اتيحت ليك كذا فرصة، اتيحت لكم كذا فرصة، ابرزها كرة حسين الشحات اللي ما كان بين قوسين او ادنى. لو حسين الشحات يعني لو جت على يمينه كان ممكن خلصها في الجول، لكن لو قفشه كان عنده ثقة بنفسه كان ممكن هو يخلصها من بدري. لكن دي عدم ثقة. وفي برضو علامة استفهام في التشكيل برضو. يعني انت ايه الداعي لعبد القادر يكون موجود على دكة البدلاء؟ وما ينفعش وجود سافيو وقفشه الاتنين مع بعض في الملعب. في تقل، حسيت في تقل في الجزء الهجومي. وشريف مش ده شريف، الاهلي في احتياج مهاجم، مش ده محمد شريف يعني ده عبء هو وسافيو على خط هجوم النادي الاهلي. يعني الحقيقه يعني الاهلي في احتياج مهاجم خلال الفتره القادمه. انت داخل على بطولات قويه جدا، الفتره القادمه. كاس عالم انديه عندك الشهر الجاي، بطوله افريقيا الشهر اللي بعده في شهر 2. فداخل على بطولات قويه جدا عشان تكمل منافستك في بطوله الدوري. في بطوله كاس، الماتش الجاي مع سموحه، ماتش كاس مصر. كابتن طارق عشري مدرب مش سهل، انت اخر مباراه تعادلت معاه وكان ممكن يهدد الشباك اكتر من مره. لازم تكون في وقفه، في استهتار كبير جدا من النادي الاهلي.
ده برضو بسبب نزيف النقاط. ده سيناريو الموسم اللي فات والموسم اللي قبله، نزيف النقاط. كنا بنتكلم الكلام ده ايام موسيماني، نزيف النقاط. الاهلي بيفقد نقاط كتيره، نقطتين من دوت ونقطتين من دوت ويخسر نقاط. لا، لازم تكون في وقفه، لازم يكون في تركيز كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي. يعني في علامة استفهام كبيرة جدا. وإن شاء الله بإذن الله تكون الفترة القادمة بإذن الله كلها توفيق بإذن الله. ونتمنى التوفيق للكرة المصرية بشكل عام بإذن الله خلال الفترات القادمة. وبإذن الله انتظروني بإذن الله يوم الأحد مباراة الكلاسيكو الأسباني، نهائي كأس السوبر الأسباني، الأحد الساعة 9 مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.